السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اتكلم معاكم على مريض الغسيل. يعني يعني تتعاملوا معاه كانه بني ادم عادي، ما تحسوش ان هو عنده نقص، ان في نقص، يعني في نقص في الحياه بتاعته. اللي هو ايه ده انت بتغسلي كده، ربنا يشفيك يا رب، ومش عارفه ايه جالك منين، انت ايه ده، انت لسه صغيره يا عيني، معلش يا بنتي بقى، معلش هتعملي ايه بقى، قدرك. ايه ده بتغسلي، طب انت عامله كده ليه، انت جسمك عامل كده ليه، ايه ده انت وشك عامل كده ليه يا عيني، ده ما يا حرام، ده ايه يا جماعه. يعني هو الواحد اصلا نفسيا بيحاول يزق الدنيا عشان الدنيا تمشي معاه، فانت ما تجيش تشوفني ولا تشوفيني تيجي تقولي لي ده انت بتغسلي كده، سبحان الله، ايه ده انت وشك عامل كده ليه، ايه ده انت جسمك عامل كده ليه، طب انت بتعملي ايه، طب انت بتمشي يومك ازاي، طب انت بتوفقي ازاي بينك بين جلساتك وبيتك، طب ابنك بتتعاملي معاه ازاي، انت بتاكلي، طب انت بتشربي، طب انت مش ايه ايه يا جماعه ايه. يعني واحده واحده، يعني بقيتوا يعني الناس اللي انا كواحده من الناس ما بقتش حابه اشوف حد ولا اتعامل مع حد بسبب الاسئله اللي انا بتسالها. اللي هو انت بتغسلي طب انت ايه احساسك، او ايه احساسي، ايه اتأقلمتي، هو انت اتعودتي، طب انت ايه عامله ايه في الجلسات، انيميتك ايه، طب ايه اللي هو يا جماعه، انا بروح اقعد 4 ساعات على الجهاز، ما بتحركش بمعنى الكلمه، 4 ساعات ما بتحركش، ولا بروح يمين ولا بروح شمال. ده بتغسلي فين، بغسل في المصل واللقاح. ايه ده، المكان نضيف، يا جماعه والله المكان نضيف، الدكاتره حلوين، يا جماعه والله الدكاتره كويسين، طب ايه التمريض عامل معاكي ايه، طب الدنيا معاكي ايه، ايه يا جماعه ايه. يعني مش اول ما تشوفوا وشي تقعدوا بقى تسألوا، يعني بجد اي حد مريض عندك او اي حد عنده اي مرض مهما كان المرض اللي عندك، ما تقعدش تسأله على المرض نفسه، لان يعني والله هو بيجاوب بس من جواه عنده اكتئاب اكتر، بيبقى عايز يطلع اي حاجة من اللي هو فيه. انا ببقى مستنيه اي فرصه تجيلي اللي انا اطلع من اللي انا فيه، مش عايزه اتجمع مع حد، مش عايزه اشوف مع حد، مش عايزه، لان بصت الناس ليا اللي هو خلاص يا جماعه، ربنا ابتلاني بالمرض، وربنا جالي مرض وانا صغيره، خلاص الحمد لله، احسن من غيري، الحمد لله بقدر اروح واجي، الحمد لله ابتلاني بمرض في ليه بديل اللي انا اقدر اعيش بيه واكمل بيه حياتي. الله يكون في عون الناس اللي ربنا ابتلاها بمرض ملهاش بديل، ملهاش اي حاجه تاني. لا وكمان اصلا ممكن اصلا اتحسد او يتبصلي اللي هو انت ازاي راضيه بالمرض، انت ازاي، ازاي متقبله الموضوع، ايه ده، انتي لسه متجوزه، ما ده جوزك مطلقكيش وما رماكيش لما جالك المرض، ابنك يا عيني هيبقى وحيد، مش هيبقى مع حد، ايه الحمد لله. مره دكتور رحت له يقول لي احمدي ربنا ان انتي جالك المرض بعد ما ربنا رزقك بطفل في غيرك يتمنى، اللي هو ايه ده، في ايه. يعني حتى اصلا الدكاتره بيدوا في الوش ما بيستلموش. فحابه اقول بس ان ناس رفقا باي حد مريض في العيله، حتى لو عنده دور برد، ما متعرفش هو بيبقى جواه عامل ازاي، كل واحد واللي ربنا بيديله قدرة استحمال على مرض. يعني اي حد تعبان رفقا بيه، بس نفسيا ممكن تدمر وتجيب أبشع الأمراض في الدنيا. سلام.